حبايب دودو، قصتنا النهاردة عن سليمان والسجادة الطايرة. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في مدينة صغيرة مليانة بيوت جميلة وجناين خضرة، كان فيه ولد صغير اسمه سليمان، عنده 7 سنين. سليمان كان شقي جدا، يحب يلعب بالعجل ويطلع الشجر ويدور على مغامرات جديدة كل يوم. لكن كان عنده عيب خطير، كان دايما بيهرب من الصلاة. كل يوم ماما شيرين تيجي تقوله: يلا يا سليمان العصر أذن. يرد هو ويقول لها: حاضر يا ماما، بس بعد ما خلص اللعبة دي. واللعبة عمرها ما بتخلص، كل يوم نفس القصة. أوقات ينسى، أوقات يكسل، أوقات يقول أنا لسه صغير، بس جواه كان حاسس إنه مش مرتاح، حاسس إنه متضايق وبيضايق ربنا، وإنه المفروض يصلي مش عارف يبدأ إزاي. وفي يوم من الأيام، وكان يوم جمعة والجو كان جميل والشمس طالعة، سليمان خلص فطاره بدري ودخل أوضته يلعب. وفجأة سمع صوت ماما شيرين بتنادي وتقوله: يلا يا سليمان البس هدومك علشان نروح نصلي الجمعة مع بابا. رد قال لها: مش عايزة أروح، مش بحب أقعد في المسجد، بحس بالملل. ضحكت وقالت له بحنية: خلاص يا حبيبي، بكرة لما تكبر هتفهم قد إيه الصلاة جميلة، بس ربنا يهديك في الوقت الصح. سابها سليمان ودخل الأوضة وهو زعلان شوية، وقعد لوحده على الأرض وبص حواليه. لقى سجادة الصلاة اللي ماما شيرين كانت سايباها على الكرسي. السجادة شكلها غريب شوية، لونها أحمر وفيها رسومات ذهبي. وفجأة لقاها بتتحرك. أما كان هو بيضحك ويقول: إيه ده؟ أنا بتخيل ولا إيه؟ لكن فجأة لقى السجادة بدأت تطير. والله زي ما بقولكوا كده، بدأت تترفع عن الأرض شوية وتنزل شوية. وفجأة سليمان سمع صوت بيقوله: تعالى اركب، عايز أوريك حاجة محدش شافها قبل كده. خاف سليمان وتردد شوية، بس قال في نفسه: يمكن دي مغامرة جديدة وأنا بحب المغامرات أوي. ركب سليمان فوق السجادة، قعد كويس، وفجأة طارت بيه في السماء. السجادة طارت فوق البيوت وفوق الشوارع وفوق الشجر لحد ما وصلت للسحاب، والدنيا بقى كلها نور والنجوم حواليه في كل مكان. فجأة لقى نفسه في مكان غريب قوي. المكان ده كله أطفال كتير، أطفال جميلة لابسين لبس أبيض ووشوشهم منورة، وكلهم واقفين يصلوا ووشهم فرحان قوي. واحد من الأطفال دول قرب منه وقال له: إحنا بنصلي كل يوم وبنحكي مع ربنا، وده اللي بيخلينا سعدة كده على طول. سليمان استغرب قوي وقال له: انتوا مش بتزهقوا؟ طب مش بتتضايقوا؟ يعني انتوا مش بتتضايقوا انكم بتصلوا كل يوم؟ ضحك الطفل وقال له: الصلاة مش فرض بس، دي هدية. كل مرة بنقف فيها قدام ربنا بنرمي همومنا ونطلب اللي نفسنا فيه من ربنا، فبنحس بالأمان. السجادة الطايرة دخلت جوه مكان تاني، كان مكان مسجد ضخم جواه ناس بتصلي، كل واحد بيعيط وهو ساجد، وشوشهم فيها نور وراحة. بص سليمان كده وقال: هو أنا ممكن أبقى كده؟ أنا ممكن أبقى كده؟ معقول؟ أنا ما بصليش كتير. الصوت الجميل اللي كان بيكلمه من السجادة قال له: طبعا كل واحد بيبدأ من مكان، مفيش حد بيتأخر لو قلبه نظيف وعايز يتقرب من ربنا، بس لازم تبدأ حتى لو بركعة واحدة بس. فجأة السجادة وقفت في مكان جميل فيه نور كبير، وقال له الصوت: لو ركعت دلوقتي وقلت الله أكبر هتشوف حاجة أجمل من كل اللي شفته. وقف سليمان وبهدوء ركع لله لأول مرة في حياته من غير ما حد يطلب منه. وبعد ما خلص الركعة الأولى لقى الدنيا حواليه كلها نورت، وسمع صوت بيقوله: أنا جنبك يا سليمان، كل مرة تركع لي
أنا بسمعك وبفرح بيك قوي. وبلمح البصر رجع سليمان لأوضته، لكن المرة دي كان حاسس بقلبه دافي ومبسوط بطريقة غريبة. جرى سليمان على مامته وقال لها: ماما ماما، أنا عاوز أصلي، علميني إزاي أصلي كويس وصح. مامته اتفاجئت قوي وعيونها دمعت من الفرحة، وقالت له: ربنا هداك يا حبيبي، يلا نبدأ مع بعض دلوقتي. ومن يومها بقى سليمان أول واحد يصحى للفجر ويقول: ماما يلا نصلي قبل ما يفوتنا اللقاء مع ربنا. بقى كل ما يسجد يتخيل إنه فوق السحاب على السجادة الطايرة وربنا سمعه وفرحان بيه. اللي نتعلمه من القصة دي يا حبايبي إن الصلاة مش واجب صعب، دي مفتاح للسكينة ووسيلة نخلي ربنا دايما معانا. سليمان افتكر إن الصلاة كانت ملل، لكن لما جربها بقلبه لها أجمل مغامرة في حياته. يا رب يا حبايبي تكون قصتنا عجبتكم، واستنونا في قصة جديدة مع دودو.